عايز تشتري من على امازون ونون وغيرهم بس معكش فيزا ومش فايق بقى لحوارات الكروت البنكيه وكل الكلام ده. معاك فودافون كاش؟ اكيد معاك فودافون كاش. مين دلوقتي معهوش فودافون كاش؟ تعال اوريك اسهل طريقه ازاي تشتري بيها اونلاين بفودافون كاش ومن غير ما تقع في اي مشكله. ولو معكش فودافون كاش هقول لك تعمل ايه برضو بس في اخر الفيديو. اول حاجه بيفترض انك بتبقى فاتح امازون خلاص او الموقع اللي انت عايزه، وبتبقى من خلاص متاكد من ثمن المنتج اللي انت هتجيبه وعارفه كل امورك تمام. طيب هندفع ازاي بفودافون كاش؟ فودافون كاش او اي محفظه الكترونيه دلوقتي على موبايلك فيها حاجه اسمها كارت الدفع اونلاين. كارت الدفع اونلاين ده بيبقى عباره عن فيزا افتراضيه بتطلع بمبلغ معين اللي انت عايزه، اللي هو انت هتدفع بيه او ثمن المنتج اللي انت عايزه. الفيزا دي افتراضيه وبتستخدم لعمليه شراء مره واحده ومدتها 24 ساعه. انت لو طلعت الكارت دلوقتي وما اشتريتش بيه خلال 24 ساعه الكارت ده بينتهي خلاص. بس ما تقلقش، يعني بينتهي وفلوسك هترجع لك عادي زي ما هي، ما بتخصمش منها اي حاجه اصلا غير لما تشتري وعمليه الشراء فعلا تتم وعمليه الدفع تتم. نطلع بقى ازاي الكارت الافتراضي ده؟ عندنا طريقتين. اول طريقه عن طريق الاكواد، هتروح على المكان اللي بنكتب فيه ارقام موبايل ده وتكتب لنا الكود ده نجمه 9 نجمه 100 شباك. تاني نجمه 9 نجمه 100 شباك. وبتتصل طبعا من الخط اللي عليه الفودافون كاش. لو معاك خطين لا بتختار الخط اللي عليه طبعا. بيفتح لك على طول اهو وبيقول لك ان المبلغ اللي تقدر تشتري بيه من اول 5 لحد 60 ألف جنيه. فلو انت حبيت تشتري حاجة يعني لحد 60 ألف جنيه فالكارت ماشي معاك امورك تمام. بتدخل المبلغ اللي انت عايزه وبتعمل ارسال. هيقول لك هنا عشان نطلع لك الكارت ده دخل الباسورد بتاعك، وخلي بالك هنخصم هنا 5 جنيه مصاريف الخدمة. فعادي يعني، بس تبقى عارف ان هو يخصم 5 او 10 جنيه حسب المحفظة اللي انت بتستخدمها. وبعد ما بتدخل على طول بقى بتجيلك رسالة على الموبايل ببيانات الكارت، وبتاخدها بقى واحدة واحدة الرقم بتاع الكارت وتدخل انت والسي في في وكل امورك. الطريقة التانية واللي انا بفضلها احسن شوية عشان بتقدر تاخد كل حاجة على طول في تكة زرار واحدة، هي التطبيق بتاع انا فودافون. بتفتح تطبيق انا فودافون، وخلي بالك من نقطة مهمة هنا، عشان نخش على المحفظة نفسها من جوه انا فودافون لازم تفعل الداتا، تفتح بيانات الهاتف وتقفل خالص بقى الواي فاي. احنا مش عايزين واي فاي هنا لانك لو شغلت الواي فاي مش هيشتغل. لازم تفتح بيانات الهاتف او الداتا دي من على نفس الشريحة اللي عليها الفودافون كاش. عندنا المحفظة هنا فتحت، وعندنا ندوس هنا على المزيد وتنزل تحت كده خدمات كتيرة موجودة اهي لحد ما تلاقي هنا كارت الدفع اونلاين. دوس عليها هنا هتفتح يقول لك بقى اضافة كارت جديد. هنا طبعا انظر لك ايه شكل البطاقة وشكل الفيزا، وهنا الخانة اللي بتكتب فيها المبلغ. هنكتب اي مبلغ او المبلغ اللي انت هتدفع بيه فعلا، وليكن هنا 200 جنيه. بتدوس هنا بقى تأكيد تمام يعني، فبيظهر لك بقى الحتة دي ويقول لك انت متأكد انك هتطلع كارت دفع اونلاين بمبلغ 200 جنيه لمدة 24 ساعة وهنخصم 5 جنيه مصاريف الخدمة. متأكد؟ تقول له تأكيد. بيقول لك هنا ادخل الباسورد بتاعك، فبتدخل الباسورد وخلاص كده على طول اهو ظهر لك شكل الفيزا، المبلغ بتاعها 200 جنيه، الرقم الكارت، السي في في، تاريخ الانتهاء، وطبعا جات لك رسالة على الموبايل فيها كل بيانات الكارت دي. بس الحلو هنا بقى انك بتقدر تدوس هنا على كلمة نسخ دي. خلاص كده هو خد ال 16 رقم بتوع البطاقة وبقى تاريخ الانتهاء انت بتدخله بايدك. فبنرجع بقى على امازون وتروح لي هنا بقى عند شراء الان. ده لو انت هتشتري منتج واحد. اما بقى لو في اكتر من منتج فانت بتبقى ضيفهم في السله، لكن احنا هنقرب على المنتج ده. بيظهر لك طبعا هنا طرق دفع كتير، بيقول لك عن طريق الفيزا او التقسيط او سيبك من كل الكلام ده. هتلاقي في زرار تحت هنا اهو اضافه بطاقه جديده. دوس لي بقى على اضافه بطاقه جديده دي، دوس على اضافه بطاقه تاني. هيقول لك هنا بقى دخل ال 16 رقم، اسم حامل البطاقه، وتاريخ الانتهاء. طبعا اسم حامل البطاقه ما تقلقش، انت بتكتب هنا اي حاجه تريحك، ممكن اسم ممكن حرف اي حاجه يعني. بتدخل 16 رقم، تاريخ الانتهاء بيبقى شهر سنة زي ما هو جاي لك في الرسالة او ظاهر في الفيزا. بتدوس هنا على اضافة بطاقة، بيقول لك هل انت عايز البطاقة دي خلاص نخليها طريقة الدفع الرئيسية، تقول له تمام عادي حفظ. فهي دلوقتي بقت البطاقة الرئيسية انك تدفع بيها. بتدوس هنا بقى على متابعة، بيظهر لك هنا بقى الملخص، ثمن السلعة كام، لو في خصم انت واخده كام، لو انت دافع بحاجة تانية كام، كل امورك تمام. تنزل تحت هنا تتأكد ان كل شيء تمام، المنتج بتاعك كل حاجة، ويقول لك هنا اضغط لتأكيد الطلب وتدوس هنا مبروك عليك. خلاص كده الطلب اتأكد، وتقدر بقى تروح صفحة التتبع وتعرف بقى يجي امتى وتشحن ولا لا وكل الكلام ده. لو انت معكش بقى محفظة الكترونية مش عارف تطلع كارت الدفع اونلاين، ممكن تطلب اي حاجة عن طريق الدفع عند الاستلام، ولكن مش دايما بيبقى ظاهر على كل الحسابات ومش دايما بيبقى متاح على كل المنتجات. لكن اعتقد فودافون كاش دي اسهل
اسهل حاجه وبتبقى متاحه مع كل الناس عادي. حاجه تانية كمان مهمه، انك لو دفعت عن طريق الدفع عند الاستلام وحصلت معاك اي امر محتاج انك ترجع المنتج استبدال او اي فلوس هم المفروض يرجعوها لك، في الحاله دي الفلوس بترجع لك على محفظتك في امازون. ركز معايا، محفظتك على امازون تبقى رصيد كده بتقدر تشتري بيه مره تانية، وعشان تسحبه ليك انت بتحتاج حساب بنك. اما عن طريق المحفظه اللي زي كده، الحاجه الحلوه اللي هنا لو حصل اي حاجه زي كده وحابب انك تسترجع وفلوسك ترجع لك، فهي بترجع على نفس المحفظه خلال كام يوم. اما من ناحيه الكروت البنكيه بقى، فدي بتبقى احلى شويه، لان في عروض بنكيه بتنزل من البنوك دي، بيبقى حاطين مثلا خصم 10 20% لما تستخدم الكارت بتاع البنك الفلاني، وبيبقى في خصم كويس يعني 200 جنيه 300 جنيه 150 جنيه حسب كل بنك. فدي حاجه حلوه، لكن لازم تبقى انت بتستخدم الموضوع ده وانت عارف انت بتعمل ايه، بحيث يعني ما تروحش تعمل كارت ائتماني كريدت كارد مخصوص عشان حاجه زي كده. لا، لو انت بتشتري كتير اونلاين وفاهم انت بتعمل ايه كويس، ساعتها ممكن تطلع كريدت كارد زي كده، تبقى حاجه ممتعه جدا. وهي اتمنى اكون جاوبتك على اغلب الاسئله في دماغك ازاي تشتري اونلاين مع امازون وغيرها بفودافون كاش، او لو معكش كروت بنكيه. وطبعا ما تنساش لو في اي استفسارات اي اسئله، نورين في الكومنتات. مع السلامه.